ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة تورلي بالخضار. اي خضار بقى عايزة تحطي فيها حطيها، لو في حد مش بيحب خضار معين حطيه وهيحبه جدا معاكي. متبل بقى، احنا متبلينه بالتتبيل بتاع الفراخ، فكل حتة في الخضار متبلة بالتتبيل، طعمها روعة، طعمها حلو قوي وخفيف وصحي كده وجميل جدا. وفي صينية واحدة وتوفير للوقت والمواعين، واكلة سريعة كده ومفيدة طبعا، يعني فيها كل اي خضار انت عايزة تحطيه فيها حطيها. عندك بسلة، جزر، فاصوليا، كوسة، اي خضار بقى انت عايزة تحطيه اكتر اقل، دي حاجة براحتك انت. بص جميل ازاي. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. تحفة، لازم تجربوه بصراحة يعني. بص التتبيل اللي لازق على كل حتة من الخضار ازاي. يا رب يكون واضح معاكم يعني، بس حلو فعلا قوي. اصلا الناس كتير قوي عملته، وعايزة اقول لكم ان هم مبقاش بيعملوا الطبيخ من كتر ما هو جميل وخفيف. هنجيب بقى الفراخ، هنمسكها نغسلها. انا مقطعاها 8 قطع. شوفي اللي عايز تقطعها على 4 على 5، شوفي الحاجة اللي انت عايز تقطعها براحتك يعني. هنمسكه بقى نحط لها معلقه ملح كبيره، عايز تحطي دقيق حطي، بس طالما الفرخه كويسه ومغسوله كويس هي بتكتفي بملح وليمون. ومتحطيش خل عشان بيهري النسيج بتاع الفراخ. هتحطي لي بقى معانا، هنحطها بقى معاها ليمونه كده ونبدا نقلبها مع الملح. وتسيبها بقى نص ساعه ساعه تنزل اي حاجه فيها. وامسكيها بقى اغسليها وصفيها كويس جدا، هتبقى معاكي زي الفل. معانا هنا كده بصلتين كبار. انا عامله كتير هقولك ليه. وعامله هنا قرن فلفل، حاطه قرن فلفل وحاطه معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر ورشه توابل ورشه شطه. هنحط كل التوابل الحاجات دي في الخلاط. نحط معاهم نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه، بس حاجه تمشي بس الخلاط. ونبدا بقى نضربهم. وهقولك احنا ليه عاملين البصل كتير قوي كده، عشان احنا هنقسمه على الفراخ وعلى الخضار. هنجيب بقى الحله اللي انتي اصلا هتسوي فيها عشان توفينا للمواعين يعني. حطي فيها التتبيل ونقعي فيها الفرخه. هنسيب بقى شويه من البصل من التتبيل اللي قلت لكم عليه. هقول لكم هنعمل فيه ايه. وعنا بقى هنا الفراخ مسكناها زي ما قلت لكم، غسلناها ونشفناها كويس ومتصفيه. نبدا بقى نحطها في الحله اللي هي فيها البصل والتتبيل. نقعي فيها عشان توفير المواعين وكده، فنقعي في الحاجه اللي انت هتسوي فيها. هتسيبيها بقى ايه لمده ساعه ساعتين، على حسب بقى الوقت الكافي معاكي. مفيش وقت خالص، 10 دقايق مثلا. معلش ريان ابني معلش بقى، ادعوله لو هو تعبان شويه مقريف، فادعوله يعني ربنا يشفيه. حطيت بقى هنا كده معلقتين زيت، وسيبيها بقى تغلي. اول ما تبدا تغلي كده يعني سيبيها لمده 10 دقايق. ابدأي بقى موطي عليها خالص. معانا بقى هنا كده بسله ومعانا جزر ومعانا بطاطس. انا حاطه نص بسله نص جزر نص بطاطس نص كوسه، شوفي الكميه اللي انت عايزاها حطيها. ومعانا هنا بقى كده نص كوسه. ومعانا البصل اللي انا واخده منه للفراخ، سايبه منه شويه زي ما قلت لك. ومعانا نص كيلو طماطم. اي خضار عايز تزودي تنقصي فيه، دي حاجه براحتك انت يعني. جبنا بقى صينيه حطينا فيها شويه زيت وشويه زبده وخليهم يسخنوا قوي. وتنزلي عليهم بقى بالبسله والجزر، او انزلي بالبصل عادي. شوفي اللي انت عايزاه يعمليه. يبداوا يتشوحوا وانزلي بقى بالكوسه. احنا نزلنا بالبصل والجزر الاول عشان اكتر حاجه بتاخد فيهم سوا. طبعا الكوسه والبطاطس ما بيستحملوش اصلا يعني، ما بياخدوش سوا زي البسله والجزر. شوحيهم تشويحتين وبعد كده نبدا ننزل بالبطاطس. هو كله هيتشوح ني في ني. زي ما قلت لك هو اصلا اكله خفيفه. نبدا بقى نحيقها، نحط لها بقى نص معلقه ملح. خدي بالك البصل متحيق، فاحنا هنحط بس ملح علشان التوابل، عشان الخضار ولا ايه معلش. رشه فلفل اسمر وواحده مرق دجاج. لازم مرق دجاج بصراحه، هي بتخلي الاكل مسكر. ورشه سكر عشان خاطر احنا هنحط طماطم. يتشوحوا زي ما قلت لك كده مع بعض. ما تسيبهمش بس كتير على النار عشان الحاجه ما تتهريش، عشان لسه كمان هيخش الفرن وياخد وقت معاكي. هنحط بقى كده طماطم. نص كيلو طماطم بالظبط. خفيف يعني، عايزه اقول لكم خفيف قوي حتى في الاكل. اي حد مثلا ما يحبش الطبيخ هيحبه قوي. بصوا الصلصه اصلا مش مغطيه حتى.
يبدأوا بس يغلوا كده، بقى معانا هنا الفراخ بعد ما استوت خلاص، سيبناها 3/4 سوا. نبدأ بقى نحطها على وش الصينية، وهنقفل بقى على الصينية. بص الصلصة ما استبكتش، انا مش عايزاها تتسبك عشان هي لسه هتخش الفرن. مع ان هنا بقى الصوص اللي هو او الشوربة اللي بتبقى نازلة من الفراخ هنبدأ بقى نحطها على وش الصينية. كتير؟ لا مش كتير، مع ذلك هو ده اللي هيسوي اصلا الخضار مع الطماطم، هو ده اللي هيسوي الخضار. بصوا بقى كده دخلناها الفرن، يعني على حسب بقى ما الفرن بتاعك عالي واطي. ابدأي دخليها اول ما تبدأ تستوي بقى، تشوفي من البطاطس والكوسة ولون الفراخ خلاص اتعمل، خلاص طلعيها. بس شكلها جميل ولون الفراخ جميل، تحفة وخفيفة وتحفة جدا.